يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يبقى إذن جهد أهل الباطل الرهيب لصرف أهل الإيمان عن الحق جهد مستمر ولن يتوقف. الصراع دائم، صراع دائم مستمر بين أهل الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وأهل الباطل هيبذلوا قصارى ما يملكون لصرف الناس عن الدين. فلذلك يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، سواء فتنوا عذبوا أو استعملوا وسائل الفتنة لصرف أهل الإيمان، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. نزول القرآن في هذه اللحظات يبصر الإنسان، بمعنى مشهد حرق أهل الباطل لأهل الإيمان مشهد صعب جدا على النفس. يعني لو أنت شاهدت المشهد ده أنت دايما هتفضل متوقع وهم بيحفروا الأخديد في صاعقة هتنزل. حفروا الأخديد ومفيش صاعقة نزلت، وهم بيولعوا النار في صاعقة هتنزل تاخدهم، ولعوا النار ومفيش صاعقة نزلت. وهم بيربطوا أهل الإيمان صاعقة هتموتهم ايه؟ ما ماتوش. قبل ما يرموهم هيجي صاعقة تموتهم. طيب لما يرموهم مش هيموتوا، مش هيموتوا، تفاجئ ان هم ايه؟ ماتوا. فانت يعني هي كده قصة خلصت. دايما اللي اخره في التفكير هذه الحياة الدنيا دايما هيسيء الظن، فكره قاصر. اوقات البلاء الصعبة زي دي محتاجة بصيرة، لان اوقات البلاء بتهز الانسان. دايما اشد لحظات بتغير في نفسية الانسان لحظات البلاء. لو الانسان ما عندوش ايمان وفقه لا يثبت. المرأة اللي مات لها طفل وبكت عليه بكاء شديد، ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. قالت له ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. بتقول انت بتقول كده وخلاص، ما انت لو انت عندك اللي عندي ما كنتش قلت كده. بتقول الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. البلاءات نسأل الله السلامة والعافية. ذلك انت من الدعاء واسألك من اليقين ما تهون به علينا ايه المصائب. عايزة ايه؟ عايزة يقين. اسألك يقين، من اليقين ما تهون به علينا مصائب. يعني المصائب لو معهاش يقين تضيع. تيجي الصور اللي زي دي تبصر الأهل الإيمان. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المشهورة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اختار المرء على قدر دينه. في رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء. العالم عنده بصيرة وفقه يتحمل البلاء لأنه فاهم، من أهل العلم يفقه البلاء. فتيجي الصور اللي زي دي تصبر، تدي زاد إيماني إن كل حاجة حصلت متسجلة ومشهود عليها وفي شهود، وإن هذه ليست هي النهاية، هناك بقية تكملة، بل هي التكملة الأطول. هذا هو الفصل القصير في القصة. الفصل الأطول لم يأتي بعد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني يحتاجها أهل الإيمان حتى يستطيعوا أن يصبروا. ده الزاد اللي يصبر. لو اختفى هذا الزاد يقل اليقين، تنزل المصائب تفتك بالإيمان. واضح؟ لازم يبقى عندك زاد تتحمل به وتواجه به، حتى إذا نزلت المصيبة عندك من اليقين ما تجعلها عندك هينة. من اليقين ما تهون وتخليها إيه؟ بدل ما هي مصيبة ضخمة تخليها بالنسبة لك إيه؟ هينة، تعلم حقيقة الأمور. فيقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. شوف اللفظ كمان، كان ممكن يقول المؤمنين، ودايما لفظ المؤمنين لما بيذكر بيدخل في ضمنه مين؟ المؤمنات. ليه يقول المؤمنات؟ كأنهم مش عايزين يسيبوا حد إلا ويفتنوه، مش عايزين يسيبوا حد. وده بنشوفه يعمل برامج للأطفال وللصغار وللشباب وللنساء وللفتيات وللكبار، لكل المراحل العمر، وللرجال وللنساء. عايز كل الناس يفتنوا. يعني لما يجي يعمل برنامج مش يعمل برنامج واحد وخلاص يفتن الناس، لا، عايز يتفنن في إضلال الناس. ومثلا مضاد تفتن الناس، يجيب لي ده وللسن ده وللسن ده، عايز أشياء تفتن الناس. فكأن جهد أهل الباطل يسعى إلى فتنة الجميع. إن الذين فتنوا إيه؟ المؤمنين والمؤمنات.